درج التلاجة لا ثانية واحدة، بما اني جيت تعالى نعمل التلاجة كلها. يلا بينا. بس عشان نعرف نعمل تلاجة كاملة انا ورامي، مش درج تلاجة بس، بكمية التفاصيل بقى والديزاين اللي فيها، كان لازم حد خبرة. دي محتاجة ديزاينر. ماشي. وده يا جماعة مش اي ديزاينر، ده تخصص تلاجات عارف كل ركن فيها، فسهل علينا الموضوع قوي. بس كده شكرا. خدنا الديزاين وبدأنا بسر دهانات رامي سولي. الكريم شانتيه من دريم بيسهل عليا الدنيا لما اعمل كميات كبيره. كل باكت بتضيفوا لها نص كوبايه لبن ساقع عشان القوام يبقى مظبوط معاكم كل مره. وكمان في 4 نكهات تختاروا من كريمه عاديه وكريمه لباني وفراوله وشوكولاته. عملنا كيكه فانيليا رصيناها في درج التلاجة، بعدين فردنا الكريم شانتيه اللي بطعم الكريمه اللباني، وزينه بقى يا جماعة بأي فاكهة عادية زي الجولد كيوي، العنب كوتون كاندي، الدراجون فروت، أو هات ورد بيتاكل، أي حاجة يعني. وطبعا لو حلفت لكم من هنا وبكرة إن أنا ورامي اللي عاملين الديكوريشن مش هو لوحده مش هتصدقوا، بس كده الدرج خلص. زينا الكب كيكس بكريمه الشوكولاته والكريمه العاديه ورشينا عليها سبرينكلز وشويه جليتر. كده حلو قوي. انا بقول كده برضه. وكده احنا جاهزين نرص التلاجة، وبدأنا بأول حاجة الكب كيكس، ولسه بنرص الفاكهة. كان في خناقة لازم نفض ما بينها. بدأنا نرص ونعمل ميكس ما بين الكيكس اللي عملناها بالكريم شانتيه مع الفاكهة عشان يطلع شكل التلاجة كده في الآخر. ما خدتش وقت خالص ولا مجهود، هو 16 ساعة بس. وبس كده، جربوا كريم شانتيه بتاع دريم اللي بيحلي على الحلو. قولوا لنا نعمل ايه في التلاجة المرة الجاية، وهم يا جمال.